عارف إيه اللي بينك وبين جهنم؟ حبل طوله 50 متر. بس المشكلة مش في النزول، المشكلة في اللي بيستناك تحت وبيطلع معاك وانت مش حاسس. القصة اللي هحكيها دي بدأت من حوالي 50 سنة في بئر معجور في عمق صحراء وادي. البئر ده ما كانش مرسوم على أي خريطة، والناس في المنطقة ما كانوش بيقربوا منه ولا حتى بيرعوا غنم جنبه. كانوا بيسموه بئر برهوت أو بئر الشيطان. كانوا بيقولوا إن اللي بينزل فيه ما بيطلعش، ولو طلع ما بيطلعش بشري زي ما نزل. في سنة 1974 كان في شاب اسمه ماهر طالب في كلية جيولوجيا، وكان عنده هوس باستكشاف الكهوف والأماكن دي. سمع عن البئر ده والفضول القاتل حركه. جمع أصحابه أشرف وسيد، وكان معاهم كاميرا 8 ملي قديمة وحبال وكشافات. وصلوا للمكان الساعة 11 بالليل. الصحراء كانت ساكتة سكوت مريب، حتى صوت ما كانش مسموع. البئر كان عبارة عن فتحة ضيقة في الأرض طالع منها ريحة بخور معفن ودم قديم. سيد قال لخوف: يا ماهر بلاش، المكان ده مش طبيعي، أنا شامم ريحة جثث. ماهر ضحك وقال: يا عم دي خرافات، أنا هنزل أصور وأجيب عينات وأطلع. جهزوا الحبال وربطوا ماهر بالحبال وركب الكاميرا على راسه ونزل. كل متر بينزله الضوء اللي فوق بيصغر والضلمة بتبلعه. بعد 10 متر ماهر ندح على أصحابه فوق: الجو هنا بارد قوي يا جماعة، الكشافات بدأت ترعش. ماهر فضل ينزل 20 متر 30 متر، وفجأة الصوت فوق انقطع. ما بقاش سامع غير صوت نفسه هو وصوت مية بتنقط بصدى صوت عالي جدا. بص في الكاميرا، وشه كان شاحب في الضلمة. بدأ يحس إن الحبل مش شايله لوحده، كأن في حد تاني ماسك في الحبل ونازل معاه. بعد 40 متر ماهر وصل للقاع. المكان كان واسع جدا، كأنه قاعة عرش بس من صخر اسود بيلمع. الكشاف بتاعه ضرب في ركن من الأركان، وشه اتخطف. المكان كله كان مليان هياكل عظمية بشرية بس مترتبة في شكل دواير غريبة. سمع صوت خربشة وراه، لف بالكاميرا بسرعة، لقى كائن قاعد في القاعة. الحيوان ده كان طوله 2 متر، دراعاته طويلة جدا، ووشه عبارة عن قناع فرعوني ميت من الخشب، بس عينه حقيقية ولونها أحمر زي الجمر وبتبص الماهر. ماهر اتجمد مكانه، ما قدرش يصرخ، ما قدرش يتحرك. الكائن ده ما بقاش يهجم عليه، هو بس فضل واقف وبدأ يقلد صوت سيد صاحبه اللي فوق: يا ماهر يا ماهر، أنا جيت أخدك. في اللحظة دي ماهر شد الحبل بجنون وندى على أصحابه، وفجأة الحبل اتقطع. أشرف وسيد فوق سمعوا صرخة ماهر وبدأوا يشدوا الحبل بجنون، بس الحبل طلع خفيف. لما طلع طرف الحبل لقوا عليه علامات سنان حيوان ضخم، وكان فيه دم اسود سائل عليه. الكاميرا كانت لسه مربوطة في الحبل. لما شغلوا الكاميرا لقوا آخر لقطة: ماهر وهو واقف والكائن ده بيقرب منه، وفجأة الكاميرا بتقع وبتظهر لقطة خاطفة لوش ماهر في الكاميرا بس بملامح الكائن وعينيه حمرة جمر. من يومها ماهر مخرجش من البئر، بس في ناس بتقول إنهم بيشوفوه واقف على فتحة البئر في عز الظهر بينده على الناس بصوت عذب عشان ينزلوا يساعدوه. تفتكروا مين اللي قاعد تحت دلوقتي؟ ماهر ولا الكائن اللي خد وشه؟ ولو رحت هناك وشميت ريحة بخور، اجري اجري قبل ما تشمك هي كمان.